كتيرة جدًا، ولمّا دخلت تتفقد شقتها وتبُص في شقتها الجديدة اللي هي لسه ما تعرفش عنها أي حاجة، وجدت في أوضة النوم حاجة فظيعة جدًا ما تقدرش تعدّيها ولا تتعايش معاها. يا ترى لقيت إيه؟ هنعرف مع بعض. سألت فاسأل لله وإذا استعنت فاستعن بالله. قصة النهارده يا جماعة بتبين لنا أهمية إن إحنا فعلًا نستعين بربنا نسأل ربنا في إن إحنا حاجتنا تتقضي، أو نسأل ربنا في إن هو يحقق لنا اللي إحنا عايزينه فعلًا. ما تستنيش حاجة من حد، وما تستنيش إن الحاجة تتحقق من نفسها، لازم تسعي ليها وتدعي لها وتتعبي علشانها. النهارده يا جماعة قصتنا كانت مع فتاة من الفتيات الصالحات اللي فعلا تعرف ربنا كويس حق المعرفة. كانت البنت دي صوامة قوامة، كانت دايما بتقيم الليل، وكانت دايما بتصوم، وكانت عارفة ربنا حق المعرفة. البنت دي يا جماعة جالها وقت الجواز، يعني هي كانت بنت في سن الجواز، فاتقدم لها، طبعا اتقدم لها كتير جدا. ففي ولد من اللي اتقدم لها دول اهلها رضيوا وافقوا بيه، وهي صلت الاستخارة وحست براحة نفسية، ان هي مرتاحة نفسيا ومش مفيش مشكلة ومبسوطة. فالبنت دي كانت طبعا وافقت على الجواز، واشترطت على اهلها ان الفرح بتاعها ما يعني كانت عاده من عادات القريه اللي هي عايشه فيها دي، ان الفرح بيفضل لحد تاني يوم الصبح شغال، يعني يفضل طول الليل شغال. اشترطت عليهم طبعا بما ان هي بنت صالحه وتعرف ربنا والحلال والحرام حق المعرفه، ان هي اشترطت على اهلها ان مفيش الكلام الفاضي ده كله، ان نص الليل يجي عليها او الساعه 12 تكون في بيت جوزها. مفيش الكلام اللي هو بيحصل في القريه ده نهائي. طبعا اهلها بما ان الناس دايما بتحب تفرح باولادها عرضوها شويه في الاول، فلما لقيوها مصممه على الموضوع ده وافقوا ومشوا لها اللي هي عايزاه. فالجوازه تمت، والبنت مشيت او راحت مع جوزها لبيتهم الجديد، البيت طبعا اللي هيقضوا فيه حياتهم الجديده. طبعا لما راحت مع جوزها ودخلت شقتها بدأت تمشي في الشقة وتتفقد الشقة، لأن طبعا ما راحتش شافت الشقة أو فرشت الشقة بتاعتها زي ما بنات كتيرة بتعمل. فطبعا مشيت تتفقد ده، دخلت الانتريه تتفرج، ودخلت اوضه النوم، الاوض كلها والحمامات مش عارفه ايه والحاجات دي كلها. فلما جت عند اوضه النوم لقيت حاجه ما عجبتهاش بالمره خالص، يعني حاجه صدمه بالنسبه لها، اتصدمت صدمه عمرها، يعني حست ان انا ازاي اتجوزت البني ادم ده، ازاي انا اقع الوقعه دي. فلما دخلت اوضه النوم وبتبص في اوضه النوم وبتتفرج عليها لقيت عود، آلة العود اللي هي اللي بيعزفوا عليها. فطبعا كانت صدمة كبرى جدا بالنسبة لها، ازاي انا قريبة من ربنا وعارفة الحلال والحرام وبصلي وبصوم وبعمل كل حاجة كويسة لربنا علشان اتقرب من ربنا، وفي الاخر اقع الوقعة دي، اقع ان انا اتجوز واحد بيعزف على ال ال اسمه ايه، العود. فطبعا دي كانت بالنسبة لها صدمة كبيرة جدا. فلما طبعا كانت مبسوطة في البداية، فأول ما شافت المشهد ده طبعا وشها بان عليه التهجم، أو إنها بدأت تزعل وتحزن وتتضايق. فطبعا جوزها لاحظ الموضوع ده، فسألها. طبعا البنت يا عيني كتمت في نفسها واستعانت بالله وقالت يا رب ساعدني وخرجني، يعني اجعل لي مخرج في اللي أنا فيه ده. فالبنت طبعا سكتت وما اتكلمتش مع جوزها ولا قالت له اي حاجه خالص، وعدت الموقف وعادي خالص. وطبعا فضلت تدعي في نفسها ان ربنا يخرجها من الموضوع ده على خير، او ربنا يهديهولها، او يعني ربنا يعني يشوف لها حل في اللي هي فيه. فطبعا استعانت بالله، اللي احنا بنقول عليه انها استعانت بالله يا جماعه، ولجأت لربنا، ما لجأتش لاي حاجه تاني ولا فكرت في اي شيء تاني. فالبنت عدت حياتها وعادي جدا خالص. فطبعا يوم الدخله بتاعتهم او اليوم اللي اتجوزوا فيه ده، جوزها قام قبل الفجر بشويه بيبص جنبه ما لقيش مراته. فطبعا استغرب هي راحت فين. فجاء في دماغه ان ممكن مثلا تكون يعني ان خجوله مثلا او اتكسفت او حاجه وراحت تنام في الاوضه الثانيه، او ممكن تكون دخلت الحمام او راحت المطبخ تشرب او حاجه. فلما قام يدور عليها، طبعا دور عليها في كل الشقه ما فيش، فدخل عند الاوضه الثانيه او اوضه المعيشه اللي عاملينها او اوضه الاطفال اللي احنا بنقول عليها، فلقيها بتقيم الليل او بتصلي. فطبعا هو ما اتضايقش، فقعد جنبها لحد ما خلصت وقال لها سبتيني، يعني راحت قالت له ان طبعا ما اقدرش اقعد مع حبيبي واسيب حبيبي الاولاني. فطبعا جوزها يعني ما اتضايقش ولا حاجه خالص، واظهر لها ان هو فعلا ما زعلش ولا اتضايق. فطبعا البنت كانت دايما بتدعي لجوزها في الصلاه ان ربنا يهديه ويبعده عن الطريق اللي هو فيه.
فالبنت طبعا راعت ربنا في جوزها، وكانت كويسه جدا معاه، وكانت دايما تدعي له، وكانت دايما شايفه مصالح جوزها وكل طلبات جوزها مجابه، بيتها نظيف واكلها موجود وكل حاجه جوزها محتاجها كانت بتوفرها له بكل اريحيه خالص، مفيش اي مشكله. فجوزها اتعلق بيها وحس انها بالنسبه له كنز، يعني بنت كويسه وصالحه وعارفه ربنا ومش بتزعلني ابدا، ودايما بتقابلني بابتسامه، كل ما باجي من بره مش بشوف غير الوش البشوش في وشها او الضحكه البشوشه في وشها، وكل حاجه يعني انا عايزها مجابه وعاملاها لي. انا كنت يعني كانت ضايعه مني فين او غايبه عني فين البنت دي الفتره دي كلها. فكان فرحان بيها جدا وكان بيحبها قوي. وبعدين جه في يوم من الايام، طبعا جاي من بره، من السهره، من السهرات بتاعته اللي هي مع اصحابه بره، طبعا موسيقى وعزف وشرب وحاجات زي كده. فطبعا جه فتح باب الشقه ودخل، وهي ما كانتش حاسه بيه لانها كانت مع في كوكب تاني، يعني هي كانت بتصلي، كانت بتقيم الليل، فطبعا ما حسيتش بيه. فطبعا هو مشي بالراحه برضو على اساس عايز يشوفها هي بتعمل ايه. فهو سمع صوت، يعني صوت نمنمه كده او زن، فهو عرف ان هي، لان هو عارف ان ده وقت الصلاه بتاعتها او وقت قيام الليل بتاعها. فجاء وقف على باب الاوضه اللي هي بتصلي فيها، وطبعا ما حسسهاش خالص ان هو موجود او علشان يشوف. هو سمع او بدا لما قرب من الاوضه اللي بتصلي فيها سمع صوت جميل جدا. فلما قرب من الاوضه سمعها طبعا بتقرا قران وهي بتصلي. ففي وصفه بيقول لك صوت انا عمري ما سمعت ولا هسمع زيه ابدا خالص، صوت ملائكي، صوتها جميل جدا. فحب يقف يسمع لها وهي بتصلي. فلما خلصت صلاة، طبعا هو واقف كل تركيزه معاها وكل جوارحه معاها ومع صوتها وان هي يعني مبسوط بيها. فلما وفي نفس الوقت واقف بيقارن حاله بحالها، يعني هي فين وانا فين، وهي يعني في طريق وانا في طريق تاني خالص، واقف عمال يعني بيفكر، وفي نفس الوقت بيلوم نفسه، انا كده ليه، انا ازاي انا كده وانا معايا واحده كده. فلما طبعا البنت انهت صلاتها وهي في الركعه الاخيره، طبعا بتدعي زي ما كلنا بنعمل، فقاعده بتدعي. فاول ما بدات الدعاء يا جماعه بدات بالدعاء لجوزها. فطبعا دي حاجه اثرت فيه جدا، يعني ازاي اول ما تبدا دعائها بتدعي لي انا، يعني فضلتني عن نفسها كمان وقاعده بتدعي لي انا. فلما خلصت صلاه، او هو لما شافها خلاص بتخلص صلاه، هو حس ان انا ازاي كده، يعني انا ازاي، انا ليه انا بعمل كل ده وهي بتعمل كل ده. يعني انا لازم ابقى كويس زيها ولازم اليق بيها، يعني هي فعلا محتاجه حد كويس واحسن مني بكتير، انا لازم ابقى كويس. وحس ان هو في طريق ضياع، يعني ايه اللي انا بعمله وايه اللي انا عايشه وايه اللي انا مستفاد منه من الحياه الغريبه اللي انا عايشها دي. فطبعا دخل قال انا دخلت اتوضيت وصليت الفجر، او نزل صلى الفجر يا جماعه في المسجد. ولما رجع قال انا حضنتها واترميت في حضنها، يعني وقعدت اعيط جدا. فقلت لها انا عايزك تساعديني ان انا اقرب لربنا، انا عايزك تبقي السبب في حاجه زي كده. فطبعا البنت قعدت تعيط هي التانية، هما الاتنين بيعيطوا او بيبكوا بكاء فرح، يعني هي بتبكي فرحانه، انا ده اللي انا عايزاه. انا عايزه ده اللي يبقى عايش معايا، الانسان ده اللي هو عايز يبقى زيي واحسن مني كمان، ان احنا الاتنين نعين بعض في ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا شايفين خاتمة القصة خاتمة جميلة جدا جدا جدا، لأن البنت في البداية استعانت بربنا يا جماعة في إن هو يحقق لها اللي هي بتتمناه. ودعائها هي استعانت بربنا وكانت دايما بتدعي، وما كانش عندها يأس أبدا ولا استسلام إن هي ممكن اللي هي عايزاه ما يتحققش، لا، كان عندها ثقة في الله وإن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يحقق لها اللي هي عايزاه. دي كانت قصتنا النهارده، قصة جميلة جدا جدا، هي بصراحة عجبتني أنا جدا جدا جدا، فحبيت أقولها لكم أو أقصها عليكم. فيا ريت تكون عجبتكم انتوا كمان، مع بعض ان شاء الله المره الجايه على قصه جديده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.